أهلاً يا جماعة، النهاردة جايبالكم دراما مؤثرة جداً. القصة عن بنت ضحت بكل حاجة عشان الحب، حتى اتبرعت بجزء من كبدها لحبيبها، لكن اتخانت بدل ما تتكافئ. قررت تبعد عن الحب خالص، لحد ما قابلت راجل عمره ما صدق في الحب، لكن معاها اتغير كل شيء. قصة عن الألم، الخيانة، والحب اللي بيرجع يحيي القلب من جديد. خلينا نبدأ. بيبدأ المسلسل مع بطلتنا سويان، وهي شيف حلويات بتحب مين يونج من أيام الجامعة، والاتنين بقوا في سن الجواز. لما مين يونج طلب من أمه جين سو يتجوز سويان، أمه رفضت، لكن في اليوم اللي بعده مين يونج قرر يطلب إيد سويان رغم معارضة أمه. بعد 8 سنين انتظار، سويان أخيراً استنت اللحظة دي، ومن كتر فرحتها كلمت أصحابها عشان يحتفلوا معاها. وهي قاعدة مع مين يونج وصاحبتها سونيا، فجأة سونيا حطت إيدها على رجله. سويان كانت غرقانة في السعادة وما خدتش بالها. مين يونج اتوتر وخاف تتكشف الحكاية، فقام بسرعة وراح الحمام مع سونيا وقال لها تبعد عنه وما تحاولش تزعجه تاني. وطلع إن مين يونج نام مع سونيا وهو سكران، وسونيا استغلت الموقف وفضلت تلاحقه بالتهديد. كانت بتبتزه وتقوله إنها هتقول لسويان لو ما بطلش يكلمها. مين يونج اضطر يفضل على تواصل معاها عشان تسكت. ولما رجع البيت بالليل قال لأمه إنه عايز يتجوز، بس قبل ما يكمل كلامه سألته أمه هي حامل ولا إيه قبل ما تتجوزوا؟ مين يونج اتجمد لحظة وقال لها كأنه بيهزر. اللي ما كانش يعرفه إن أمه لما سمعت الكلمة دي وافقت على الجواز فوراً. هي طلبت من الأهالي يتقابلوا في أقرب وقت، وتاني يوم فعلاً الاتنين كانوا جاهزين. مين يونج قال لسويان هو قال إيه لأمه وطلب منها تمشي معاه في الكلام. سويان ما كانتش عارفة إنه كذب بالشكل ده عشان الجواز، فاضطرت توافق عشان ما تبوظش الدنيا. لما تقابلوا، جين سو بصت لشنطة سويان الرخيصة وضحكت بسخرية. ولما قعدوا، سويان وأمها يونجران كانوا مستنيين الإهانة بدل الكلام عن الجواز. جين سو قالت إنها عايزة سويان تجهض. يونجران اتصدمت وما كانتش عارفة تقول إيه، وسويان حست إنها قليلة، والمقابلة خلصت بخناق ومشاكل. يونجران كانت غاضبة جداً وما قدرتش تتحمل الإهانة. هي يمكن تكون فقيرة، بس ربت أولادها بإيديها وعمرها ما قصرت معاهم، فصعب عليها تشوف بنتها بتتهان كده. راحت لجينسو وسألتها طالما مش عجباك بنتي ليه سبت ابنك معاها 8 سنين؟ جينسو ردت وقالت ماشي الشباب يلعبوا شوية، بس ابني عمره ما هيتجوز بنت من عيلة فقيرة زيكم. يونجران اتعصبت وسألتها طالما مش عايزة الجواز ليه بنتي هي اللي بترعى ابنك؟ جينسو قالت لها بنتك اللي كانت عايزة كده. يونجران كانت غضبانة لدرجة إيدها كانت بترتعش من القهر. مين يونج لما عرف إن أمه قابلت سويان اتعصب جدا وحس إنها تخطت الحدود واتخانق معاها. من صغره أمه كانت دايما تبص لعيلة أي حد قبل ما يصاحبه، كانت خايفة الناس تستغلهم، والنتيجة إنه كبر من غير أصدقاء حقيقيين. ودلوقتي شايفها بتعمل نفس الكلام مع عائلة سويان وما بقاش قادر يستحمل. قال لها إنه هيسيب البيت ومشي. جين سو استنته طول الليل ومرجعش، فافتكرت إنه سويان هي السبب اللي خلاه يهرب. تاني يوم راحت لها وضربتها بالقلم من غير ما تقول كلمة، وقالت لها تبعد فوراً عن ابنها. سويان اتصدمت وما كانت شدكت كده في حياتها. ولما رجعت البيت لقت أمها مريضة بسبب اللي حصل. يونجران قالت لها إنها مش عايزاها تتجوز في عيلة متكبرة كده وتتعب، ونصحتها تسيب مين يونج، وقالت لها مفيش سعادة في زواج زي ده. سويان كانت حزينة جدا، عمرها ما تخيلت إن مين يونج هتذلها بالطريقة دي، ولا إنها توصل تهين أمها كمان. هي ممكن تسكت على إهانة ليها، بس مستحيل تسكت على اللي بيهين أمها. فطلبت من مين يونج يشوفوه بعض، وهناك قررت تسيبه. مين يونج اتكسر ومشي تايه في الشارع. كل حاجة كانت ماشية زي ما أمه عايزة، وفجأة واقع مين يونج في نص الشارع وهو بيطلع دم من بقه. أمه جريت بيه على المستشفى، وهناك شافته نايم في السرير فاقد الوعي، والدكتور قال لها إنه عنده تليف حاد في الكبد، وقال كمان إنه محتاج زرع كبد بسرعة عشان يعيش. لكن مش أي حد ينفع يتبرع، لازم توافق الأنسجة. الأم والبنت عملوا تحاليل، لكن ولا واحدة كانت مناسبة، فما قدرتش تعمل حاجة غير إنها تطلب المساعدة من قرايبها. لما كلمت خالتها تجاهلتها، ولما كلمت قريبة تانية رفضت حتى تدخلها البيت. وده وضح قد إيه الست دي كانت مكروهة من الناس. من كتر يأسها راحت لوكيل بيبيع أعضاء من غير ما تعرف إنه نصاب، ولما رجعت له تاني يوم
اختفى تماماً. في الوقت ده سويان عرفت من صاحبتها إن مين يونغ في المستشفى، فراحت تشوفه، وهناك قابلت جين سو. الست دي لما شافت البنت اللي كانت بتكرهها جالها في دماغها خطة شريرة، قررت تخلي سويان تتبرع بالكبد لابنها، فبدأت تمثل دور الأم الطيبة اللي حنت فجأة وقالت لسويان إنها هتوافق على الجواز لو قدرت تنقذ ابنها. سويان فضلت ساكتة ومش عارفة تعمل إيه، وفضلت أيام بعدها جين سو تكلمها في التليفون وتظهر كأنها ندمانة وتحكي لها إزاي بتدور على متبرع وإزاي اتنصبت عليها. الكلام ده لمس قلب سويان وبدأت تلين وتفكر ترجع تساعد. جين سو ورت وجهها الشرير. تاني يوم سويان راحت المستشفى عشان تعمل اختبار توافق الكبد مع مين يونغ، وفجأة التوافق نجح. بس قبل ما جين سو تفرح الدكتور قال لها إن زرع الكبد محتاج مش بس موافقتها، كمان توقيع العيلة، وجين سو اتلخبطت. سويان سهلة تتخدع، لكن يونغران مش غبية، فراحت ليونغران وبدأت تمثل إنها ندمانة. ولما قالت إنها موافقة على جواز سويان ومين يونغ، يونغران رشت عليها مية في وشها وعرفت إن جين سو مخططة حاجة فطردتها فوراً. سويان راحت لسونيا تتكلم معاها، بس سونيا ملهاش نية كويسة، دايماً فاكرة مين يونغ. من ناحية تانية جين سو وعدت سويان تاني إنه لو قدرت تنقذ حياة مين يونغ هيضمن لها جواز بعد خروجه من المستشفى. سويان صدقتها ووقعت استمارة الموافقة عشان يونغران توافق على الجواز، وجين سو توسلت لها على ركبيها. ويونغران ما كانتش عارفة إن مين يونغ في المستشفى، افتكرت إنه بس مريض. ولما شافت إن بنتها موافقة كمان وافقت على الجواز. قريباً جين سو أخدت سويان تختار مجوهرات غالية. في نفس اليوم يونغران راحت بيت بنتها تنظف ولقت استمارة موافقة عملية زرع الكبد، وعرفت إن جين سو وافقت على الجواز عشان سويان تتبرع بالكبد لمين يونغ. فركضت المستشفى وهي غاضبة، وصلت وصفعت جين سو جامد وحرصت إنها ما تخليش بنتها تتأذي. وسويان قالت لأمها ما تكونش كده، هي تبرعت بكبدها بموافقتها. يونغران غضبت وسحبت بنتها للبيت وحطمت كل حاجات الجواز اللي كانت مجهزاها، وما كانتش عارفة إن بنتها هتتبرع بالكبد من غير ما تعرف. سويان قالت إنها عايزة تتبرع عشان بتحب مين يونغ وهي هتعمل أي حاجة عشان تنقذ حياته. ولما أخوها عرف ده اتعصب ووبخها لأنها تجاهلت رغبة أمها، بس سويان اللي غمرتها الحب سراً أخدت ختم أمها ووقعت استمارة الموافقة للعملية. جين سو فرحت جداً لما عرفت إن سويان أخيراً وقعت الاستمارة، وقالت لابنها اللي نايم إن سويان وافقت تتبرع بكبدها. وفي نص الليل حالة مين يونغ ساءت فجأة، والدكتور قال إن حالته مش كويسة ولازم يتعمل له العملية فوراً وإلا العواقب هتكون وخيمة. جين سو جريت تتصل بسويان وتقول لها إن العملية هتحصل النهاردة. لما صديقتها الدكتورة سومي عرفت عن عملية سويان ما قدرتش توصل في الوقت المناسب عشان تمنعها، فاضطرت تكلم سونا وتقول لها تروح المستشفى وتوقف سويان. ولما سونا وصلت المستشفى سويان كانت خلاص تحت تأثير التخدير، وسونا قدامها قالت لها عن علاقتها بمين يونغ وعن إنها حامل منه. سويان اللي كانت لسه واعية سمعت إن سونا حامل من حبيبها ما قدرتش تصدق، وكانت عايزة تسألها ليه خانتها بس ما قدرتش تتكلم. لما يونغران عرفت إيه اللي بنتها عملته راحت المستشفى وهي متوترة، بس كان فات الأوان. ضربت باب الغرفة العمليات وما كانتش عارفة تعمل إيه لما شافت جين سو اللي شجعت بنتها تتبرع بالكبد. كانت عايزة تقتلها لكنها عارفة مفيش حاجة تقدر تعملها، فقعدت على الأرض وابتدت تبكي من اليأس. بعد انتظار طويل مين يونغ خرج من غرفة العمليات بنجاح، لكن سويون لسه ما خرجتش، والدكتور قال إنهم محتاجين يراقبوه شوية. ومن ناحية تانية العملية زرع كبد نجحت. ولما صحي سأل مين المتبرع، جين سو خافت إن ابنها يظل متورط، فكذبت وقالت إنه المتبرع مجهول. بعد العملية سويان وقعت في غيبوبة عميقة. الكلام اللي قالته سونا قبل العملية خلى سويان تفقد إرادتها في الحياة. حتى الدكاترة ما قدروش يعملوا حاجة، وعناد سويان سبب ضرر كبير لأمها. يونغران كانت في حالة يأس، بنتها بقت شبل ميتة بين ليلة وضحاها وما قدرتش تتقبل الحقيقة. بعد أسبوع جين سو أخيراً افتكرت سويان، راحت أوضة سويان في المستشفى ومثلت إنها جاية تشكرها. يونغران بصت للست دي بغيظ علشان بسبب إنقاذ بنتها لابنها بنتها دخلت في غيبوبة عميقة. جين سو ما كانتش عارفة إن سويان دخلت الغيبوبة علشان أنقذت ابنها، ما كانتش عارفة تعمل إيه. الدكتور كمان قال إن في احتمال كبير إن سويان ما تفوقش تاني. الكلام ده خوفها أكتر، وعلشان تمنع سويان تبقى عبء على ابنها قررت تحجز تذكرة طيران. من ناحية تانية سونا جات المستشفى وقالت لمين يونغ إنها حامل منه.
مين يونغ بصلها بصدمة وقال لها إنه عمره ما حب غير سويان وطلب منها تنسى الموضوع. لكن سونا قالت له طالما بتحب سويان قوي ليه نمت معاها يوم عيد ميلادها؟ وأثناء ما كانوا بيتخانقوا جينسو دخلت وشافت سونا وهي بتزن على ابنها تاني. جينسو ما كانتش هتسمح لبنت من عيلة عادية تبقى مرات ابنها، وسونا من نفسها راحت على أوضة سويان في المستشفى عشان تخلي مين يونغ يسيبها. دخلت الأوضة من غير ما حد يشوفها وبعتت رسالة من موبايلها لمين يونغ وكذبت وقالت إن سويان عندها حبيب جديد وقالت لها ما يحاولش يكلمها تاني. جينسو كانت عارفة إن سونا لسه بتجري ورا ابنها فحذرتها تبعد عنه وإلا مش هتخليها تشتغل تاني. بس سونا ما كانتش سهلة، هددت جينسو وقالت لها لو ما وافقتيش على جوازي من مين يونغ هقول الحقيقة كلها. لكن جينسو طنشتها وسونا ما قدرتش تسكت، وفي اليوم ده جالها مكالمة من شركة الطيران في أوضة مين يونغ في المستشفى، واكتشفت إن أم مين يونغ حجزت تذكرة سفر بره البلد. وساعتها سونا بقى عندها ورقة ضغط وفرحت على طول لجينسو وهددتها إنها هتقول كل حاجة لسويان لو ما وافقتش على طلباتها، وقالت كمان إنها هتقول لأم سويان على كل اللي حصل. جينسو خافت خطتها تبوظ وما كانش قدامها غير إنها توافق على كلام سونا. من ناحية تانية مين يونغ كان ماسك الصورة وبيغرق في ندمه، حاسس إنه ما بقاش عنده وش يقابل سويان تاني. وسونا علشان ما تخليش أم سويان تشك كدبت وقالت إنها هتسافر تكمل دراسة بره. يونغران كانت بتعامل سونا من وهي صغيرة زي بنتها، عمرها ما كانت تتخيل إنها هتخون بنتها، ودعت لها بالتوفيق وهي مش عارفة إن سونا جواها كانت بتدعي إن سويان ما تفوقش أبداً. ومع موافقة جينسو وتنازل مين يونغ سونا نجحت إنها تاخده معاها وسافروا سوا لأمريكا. ولما يونغران راحت تدور على عائلة جينسو علشان تطالبهم بتعويض اكتشفت إنهم اختفوا تماماً، وسويان نايمة في غيبوبة مليانة خيانة وكد بتصارع لوحدها في الضلمة وبتصرخ بهستيريا تطلب الانتقام من حبيبها، لحد ما في الآخر فاقت وفتحت عينيها. سويان كانت في غيبوبة لمدة 3 سنين، ولما فاقت ما كانتش فاكرة أي حاجة عن مين يونغ. يونغران جريت على الدكتور والدكتور قال لها إنها عندها فقدان ذاكرة جزئي ناتج عن الصدمة. يونغران ما كانتش عايزة بنتها تتعذب تاني فكدبت عليها وقالت لها إنها كانت في المستشفى 3 سنين عشان حادثة عربية واضطرت تعمل عملية في الكبد. سويان صدقت الكلام وبعد فترة علاج وتعافي خرجت من المستشفى ورجعت البيت، ويونغران حضرت أكلة كبيرة عشان يحتفلوا بشفائها. وأثناء الفرح والضحك دخل راجل ضخم فجأة وشاف إن العيلة مش بتدفع الإيجار ومع كده عندهم أكل وشرب، اتعصب وقلب الترابيزة وهو مش فاهم حاجة. سويان سألته أنت ليه بتعمل كده في بيتي؟ قال لها ده بيتي أنا. ووقتها اكتشفت إن خلال ال3 سنين اللي كانت فيهم في المستشفى أمها باعت البيت والمحل عشان تصرف على علاجها ولسه مديونة لصاحب البيت ب7 شهور إيجار. ويونغران اضطرت تشتغل نادلة في فندق علشان تقدر تعيش، وبسبب سنها كانت دايما بتتعرض للإهانة من المدير. عيلة سويان دفعت ثمن غالي جدا بسبب عنادها. وفي الوقت ده كانت عيلة مين يونغ رجعت من السفر ومعاهم طفل، لكن الجوازة اللي سونا حاربت علشانها طلعت جحيم. كانت عايشة حياة شبه الخدامة وحماتها عمرها ما كانت راضية عنها، وكل مرة الأكل ما يعجبهاش كانت تصرخ فيها وتزعق لها. أخت زوجها كانت بتعاملها كل يوم كأنها شغالة عندهم، وسونيا ما كانتش تقدر تقول كلمة واحدة. ومين يونغ بقى أبرد منها وما بقاش يهتم بيها خالص، وكان دايما ينام لوحده في الأوضة بتاعة المكتب. وفي يوم دخلت سونيا عليه المكتب، شافته بيخبي حاجة بسرعة فقال لها إنه لازم يقابل حد ومشي مستعجل. سونيا استغربت تصرفه وشكت فيه، فبدأت تفتش في الكتب اللي على المكتب ولقت صورة جوزها مع سويان. وقتها اتخضت جدا وقالت لنفسها أكيد رايح يقابلها. طلعت وراه بسرعة بالعربية وفعلا شافته رايح المكان اللي كانت سويان بتشتغل فيه قبل كده. ما كانتش عارفة إن بعد 3 سنين جوزها لسه مهووس بسويان، فرجعت على المستشفى علشان تعرف أخبارها. ما كانتش متوقعة إن الممرضة تقول لها إن سويان خرجت من المستشفى. ساعتها قلبها وقع ورجعت البيت وهي مرعوبة، ولما شافت جوزها شارد ومش مركز قالت لازم ترجعه ليها بأي طريقة. فدخلت عليه السرير وحاولت تقرب منه لكنه صدها بقسوة. سونيا
ما قدرتش تسيطر على نفسها وبدأت تكسر وترمي الحاجات زي المجنونة. صوتها العالي مضايق حماتها اللي دخلت وهي متنرفزة، وبصت لها بإهانة وقالت لها لو عملتي كده تاني هرميكي بره البيت. سونيا قعدت تعيط بحسرة، قالت لنفسها إنها تعبت علشان تتجوز في عيلة غنية، لكن حماتها بتكرهها وجوزها ما بيحبهاش حتى وهو متجوزها. قلبه كان لسه مع سويان، فقررت إنها ما تسيبهوش يقرب من سويان تاني. ولما راحت تدور عليها وصلت لبيتها، لكن لما شافتها اكتشفت إن سويان مش فاكراها خالص. سونمي قالت لها إن سويان عندها فقدان ذاكرة جزئي، وسونيا فرحت جدا في سرها وتمنت إن سويان ما تفتكرهاش هي ولا مين يونغ أبدا. وعلشان تفضل تتابع أخبارها قررت تستخدم سمي، وظهرت قدام سويان تاني في صورة الصحبة اللي رجعت، وسويان ما شكتش فيها نهائي. كانت فاكرة إن سونيا أعز صحبة ليها، وسونيا افتكرت إن سويان لسه سهلة تضحك عليها زي زمان. بس فرحتها ما طولتش، لأن سويان لقت شغل جديد في شركة مين يونغ، ومين يونغ اللي كان لسه راجع للشغل كان عايز يراجع ملفات الموظفين القدامى، فطلب من زميله تو يجيب له المعلومات. وتو كان عنده شغل ضروري، فسلم الأوراق لسويان وقال لها توديها لمين يونغ. ولما راحت العنوان اللي اداهولها بدأت تبص حواليها في المباني، وحست إنها شافت المكان ده قبل كده بس مش قادرة تفتكر فين بالظبط. من ناحية تانية سونيا كانت بتقدم فواكه لحماتها، وفجأة جرس الباب رن. سونيا اتوترت جدا لما شافت اللي واقف بره، لأنها كانت سويان. مين يونغ قرب يشوف مين، فقامت بسرعة وقفت قدام الشاشة وقالت له ده طفل شقي بيرن الجرس. لكن مين يونغ أصر يفتح الباب، ولما فتح ملقاش حد. سونيا اتنفست بصعوبة، وسويان كانت فاكرة إن مفيش حد في البيت، فسلمت الأوراق لبواب العمارة ومشيت. سونيا كانت متأكدة إن اللي رن الجرس هي سويان، وحست بقلق فظيع وبدأت تشك إن جوزها لسه على علاقة بسويان، فاستغلت إنه مش في الأوضة وخدت موبايله وبدأت تفتش فيه. بس فجأة مين يونغ دخل وشافها وسألها بتفتشي في موبايلي ليه؟ حاولت تبرر وقالت له إنها خايفة يكون رايح لسويان، لكن لما شاف حالتها دي قال لها بكل وضوح أيوة أنا فعلا هروح أشوفها. سونيا اتصدمت واتخضت، وكانت خايفة جدا يروح فعلا، فقررت تروح بنفسها تشوف الوضع. ما كانتش متوقعة إنها هتقابل سويان قدام بيتها. يونغ ران فرحت جدا لما شافت سونيا وسألتها اتجوزتي وانتي بره؟ سونيا قالت لها أيوة أنا متجوزة. يونغ ران بركت لها من قلبها وفرحت لها، وبعدها رجعت سونيا البيت وقالت لمين يونغ إنها راحت بيت سويان بالليل. مين يونغ اتنرفز جدا وسألها إزاي كان عندك وش تروحي هناك، وهو ما كانش عارف إنها كدبت، وقالت له إن سويان متجوزة راجل أمريكاني، وقالت له ينسى موضوعها خالص. تاني يوم مين يونغ راح الشغل، وفجأة شاف سويان في الأسانسير، ما صدقش عينه وجري وراها أول ما خرج من الأسانسير، وفي اللحظة دي خبط في زميله تو اللي كان داخل الشغل. فسأله أنت تعرف موظفة اسمها سويان؟ تو قال له أيوة دي شغالة معايا، وحكاله عن الحادثة اللي حصلت لسويان. ساعتها مين يونغ افتكر إن سونيا قالت له إنها متجوزة، وفاهم إنها كانت بتكذب عليه من الأول. ولما رجع البيت انفجر فيها من الغضب. سونيا فهمت إن مين يونغ أكيد شاف سويان واتخضت جدا، وقعدت تشرب علشان تهرب من التفكير. ولما حماتها شافتها في الحالة دي اشمأزت منها وقالت لها لمي نفسك. لكن سونيا قالت لها لو ما عملتنيش كويس هخلي مين يونغ يعرف الحقيقة كلها. حماتها اتنرفزت وقالت لها لو عرف الحقيقة فعلا هو اللي هيرميكي، فاهمة؟ بعدين سونيا حاولت تصلح العلاقة مع جوزها، راحت له المكتب وجايبة أكل كتير علشان يتغدوا سوا، بس مين يونغ طنشها وقال لها إنه عنده ميعاد غدا ومشاها من المكتب. سونيا كانت محبطة جدا، نزلت على الجراج وهناك شافت حبها القديم تو. طلع إن سونيا وتو كانوا بيحبوا بعض أيام الجامعة، لكن وقتها سونيا كانت شايفة إنه تو فقير فسابته من غير رحمة، وما كانتش تعرف إنه في الحقيقة ابن رئيس شركة غنية جدا. ولما تو شافها وهي بتعيط سألها في إيه، فقامت جريت عليه وحضنته وبدأت تشتكيله وتعيط في حضنه. من ناحية تانية مين يونغ قابل سويان في المخزن، ولما سويان شافته وشافت وشه جالها نوبة هلع وحست بدوخة، وفجأة كانت هتتخبط في صناديق كانت هتقع عليها، بس مين يونغ جري وحماها بجسمه في آخر لحظة. وسويان وقتها حست إن الموقف ده حصل قبل كده، وشافت الراجل اللي أنقذها. ومين يونغ اتفاجئ جدا لما لقى إنها مش فاكراه هو مين، هو اللي عاش معاها قصة حب 8 سنين، إزاي مش عارفاه؟
تو قال له إن سويان فقدت جزء من ذاكرتها بسبب حادثة عربية وكانت في المستشفى 3 سنين، ومين يونغ ما قدرش يمنع نفسه من البكا لما سمع الكلام ده، ومن بعدها قرر يخليها تفتكره بأي طريقة. فبدأ يقرب منها في الشغل مرة بقصد ومرة من غير قصد علشان يفضل يشوفها، لدرجة إنه شارك في أنشطة دار الأيتام اللي عمره ما كان بيحبها. وسلوكه الغريب ده خلى سونيا تشك أكتر، فقررت تروح بنفسها لدار الأيتام علشان تعرف بيعمل إيه. لكن مين يونغ خدها ورجعها البيت بحجة إنه تعبان علشان ما تكتشفش وجود سويان، وده خلاها تتنرفز وتحس بالغيرة أكتر. من ناحية تانية، لما سويان رجعت البيت حلمت في منامها إنها بتتخطب، بس ما كانتش شايفة وش الراجل. ولما حكت لسوينيا قالت لها إنها بدأت تفتكر حاجات من الماضي. سونيا اتوترت جدا وخافت تكون الذاكرة بدأت ترجع لها فعلا. سونيا طلبت من سويان تقابلها وسألتها قد إيه من ذاكرتها رجع، وسويان قالت لها المشهد اللي افتكرته. بعد ما سمعت الكلام ده سونيا ارتاحت شوية. بعدين سويان سألتها لو كان ليها حبيب قبل كده. سونيا كدبت وقالت لها إن حبيبها القديم كان راجل متجوز وكان مخبي عنها عشان ما تتعبش، وسويان صدقت كلامها واتصدمت إنها كان ليها ماضي وحش كده، ودخلت في حالة شك في نفسها. في الوقت ده مين يونغ قرر ينقل أوضة التخطيط علشان يقدر يشوف سويان طول الوقت، ولما تو عرف ده اتضايق جدا. تاني يوم مين يونغ راح مكتب تو وقال له إنه رايح مع سويان المول يعملوا بحث، ومن غير ما يستنى إذنه خدها ومشي. وبعد ما خلصوا البحث كلم تو وقال لسويان تروح على بيتها وما ترجعش المكتب. تاني يوم تو سألها ليه مش رجعت الشغل امبارح، فقالت له إن مين يونغ قال لها بنفسه عشان كده ما رجعتش. تو اتعصب وقال لها أنا مديرك المباشر، المفروض تبلغيني أنا، مش عارفة أبسط القواعد دي. فسويان خرجت من المكتب بتعيط من كلامه، والمشهد ده شافه مين يونغ فدخل وقال لتو ما يعملهاش كده، لكن تو حذره وقال له ما يتدخلش في شغل موظفينه. في اليوم ده مين يونغ اشترى تذكرتين حفلة موسيقية وقرر يعزم سويان، وتو شاف الموقف ده واتضايق جدا من غير سبب واضح، فقرر يمنع المقابلة دي، فكلف سويان بشغل كتير علشان تفضل في المكتب. لكن في نص الليل جالها تليفون إن أمها وقعت واتنقلت المستشفى، فسابت ورقة لتو وراحت بسرعة. تو لما ما شافهاش في المكتب افتكر إنها راحت الحفلة مع مين يونغ، فكلمها وقال لها لو ما رجعتيش فوراً هتطردي. فسويان جريت راجعة المكتب وهي مرعوبة، ولما وصلت اكتشفت إن تو رجعها بس علشان غلطة بسيطة في ترتيب الملفات، فانهارت وقالت له إنها مش قادرة تشتغل مع مدير ما بيصدقش موظفينه، وسابت المكتب ومشيت. بعدين تو دقى الورقة اللي سابتها على المكتب وفاهم إنه غلط، فجري وراها واعتذر لها. من ناحية تانية سونيا بالصدفة لقت تذكرتين الحفلة في هدوم مين يونغ، وبصت في التقويم ولقت إن الميعاد هو يوم عيد جوازهم، ففرحت وفكرت إنه مجهز لها مفاجأة. لكن يوم العيد ما وصلهاش أي دعوة منه، فشكت إنه بيقابل واحدة تانية. علشان تتأكد دخلت أوضة مكتبه تفتش، لكن أم جوزها شافتها، ولما حكت لها ظنت إنها هتواسيها، لكن عايرتها وقالت لها إنها مش قادرة تسيطر على جوزها، والأسوأ إنها رمت لها ورقة طلاق. في اليوم ده مين يونغ فعلا خرج يتعشى مع سويان، وقال لسونيا إنه عنده ميعاد ومش هيتعشى في البيت، وسونيا افتكرت إنه خارج مع واحدة، فقررت تراقبه وتبعته لحد الكافيه تشوفه مع مين. وتو وقتها عارف إن مين يونغ متجوز، وخاف سويان اللي ما تعرفش الحقيقة تتأذي، فوقف سويان بحجة إنه بينظم بيانات، وراح هو بيفسو الكافيه بدلها. لما مين يونغ شافه اتفاجئ إنه تو، وتايو قال له إنه عايز سويان تبعد عنه لمصلحتها. وسونيا لما شافت إن اللي في الكافيه هو تايو ارتاحت وقالت لنفسها إنها بقت حساسة زيادة اليومين دول. في اللحظة دي سويان كلمتها واشتكت لها إن تو دايما بيخليها تشتغل لحد ما تأخر ومش فاضية حتى تروح الميعاد بتاع النهاردة. سونيا افتكرت إن جوزها كمان عنده ميعاد النهاردة، فبدأت تشك فيه تاني، وقالت لسويان تيجي بيتها. ولما سويان وصلت شافت مين يونغ واقف عند بابها واستغربت هو بيعمل إيه هنا، وما كانش متوقعة إنه يحضنها فجأة. والمشهد ده شافته سونيا اللي كانت جاية تمنعهم يبقوا مع بعض، وسونيا استغلت كمبيوتر جوزها وسر نشرت إشاعة على موقع الشركة إن سويان أغرت راجل متجوز، والنتيجة إن زملائها بدأوا يتجاهلوها. وسويان لما قرأت الخبر فهمت إن مين يونغ متجوز، وسألته لو فعلا متجوز، ومين يونغ معرفش يرد. علشان كده تو قرر يبعتها رحلة شغل لتشونشين عشان تبعد وتنسى، لكن مين يونغ لما عرف إنها مسافرة سافر وراها، وسويان من الضغط فخدها مين يونغ بسرعة على المستشفى وقعد جنبها طول الليل. سونيا لما شافت جوزها مرجعش البيت طول الليل شكت إنه مع سويان، فكلمت بيت سويان، ويان قالت لها إن سويان مشيت لمكان تاني، فسونيا اتأكدت أكتر إن جوزها معاها، فساقت عربيتها لحد بيت سويان، وهناك شافت مين يونغ بيرجعها بالعربية، فغضبت جدا وراحت وضربت سويان بالقلم وقالت لها تبعد عن جوزها. وسويان اتصدمت جدا لأنها ما كانتش غلطانة،
لكن سونيا اللي ورا كل ده ما وقفتش. راحت الشركة وقابلت تو وطلبت منه يطرد سويان، لكن ما كانتش تعرف إن تايوو بيقف في صف سويان، فرفض طلبها. بعدين سويان راحت لسونيا وشرحت لها إنها ما كانتش تعرف إن مين يونغ متجوز وطلبت منها تصدقها. وفي نفس الوقت سويان اكتشفت إن عقد إيجار شقتها مش هيتجدد عشان المالك الجديد، فلما راحت المركز العقاري تطلب تشوف المالك الجديد، طلعت المفاجأة إن المالك هي مين يونغ. وجين سو اتخضت لما شافتها، بس لحسن حظها سويان معرفتهاش. جين سو سألت دكتور سويان وعرفت إن عندها فقدان ذاكرة جزئي، لكنها ما قدرتش تبعد عنها، فقررت تقرب منها وقالت لها تخصم لها من الإيجار، بل ودعتها على العشاء واتعاملت بلطف وقالت إنها جميلة وعايزة تعرفها لشخص. وسويان افتكرت إن جينسو ست طيبة، بس ما كانتش تعرف إن السبب الحقيقي هو إن جينسو كانت خايفة ذاكرتها ترجع، فعشان كده عايزة تفضل تراقبها، واستخدمت سلطتها كمديرة وقدمت طلب رسمي تنقل سويان لقسمها تشتغل 3 ساعات في اليوم. ومع الاحتكاك المتكرر بدأت صور من الماضي ترجع لسويان، صور إنها كانت بتتظلم من جينسو لكنها مش شايفة وشها بوضوح، فسألتها لو كانوا يعرفوا بعض قبل كده، وجينسو توترت وقالت لأ بسرعة وغيرت الموضوع. وفي الناحية التانية لما سونيا عرفت إن تو بيحب سويان، بدأت تحس بالغيرة الشديدة، خصوصاً بعد كل اللي عملته عشان تاخد مين يونغ من سويان. هي ما كانتش واخدة بالها إن تايوو بيحاول يقرب منها وهو حالته المادية أحسن، وأنا كنت سايبه من غير ما أعرف إنه وريث لثروة كبيرة. سونيا كانت فاكرة إن تايوو لسه بيحبها، وافتكرت إن سويان هي اللي أغرته، فعشان كده حاولت تفرق بينهم من تاني. راحت ليونغ ران وقالت له عن الإشاعة اللي هي بنفسها اخترقتها، اللي بتقول إن سويان أغرت راجل متجوز، وكانت عايزاه يونغ ران يجبر سويان تستقيل من الشركة. ويونغ ران صدقها وجري على المكتب يواجه سويان، وسويان كانت بتحاول تشرح لمامتها اللي حصل. وقتها تو شاف الموقف وشرح ليونغ ران إن دي مجرد إشاعة اتنشرت في الشركة. ولما خطة سونيا فشلت، بدأت تدبر لمصيبة جديدة. عرفت إن سلفتها مين جين بتحب تايوو، فقررت تستخدمها عشان تفرق بين تايوو وسويان. بدأت تشجع مين جين إنها تلاحق تايوو، وبعدين راحت لسويان واعتذرت لها وقالت لها إنها كانت فاهمة غلط علاقتها بجوزها، وسويان صدقتها ومسكوا إيد بعض وقالت لها إنها مش عايزة تخسرها كصاحبة، وكمان قالت لها بحماس عن الميعاد اللي عندها مع تو. وسونيا على طول راحت قالت لمين جين إن تايوو وسويان عندهم ميعاد، وقالت لها تروحي تدوري عليه في المكتب. تو كان ناوي يشتري هدية لسويان، ولما شاف مين جين جاية أخدها معاه المول وطلب منها تساعده يختار هدية تعجب البنات. ومين جين افتكرت إنه بيجيب الهدية ليها، ومعرفتش إنه قال لها إن الهدية للي بيعاديها. تو كان دايما شايف مين جين زي أخته، وما كانش واخد باله هي بتفكر في إيه. وبعد ما خلصوا الشوبينج حاول يبعد عنها، بس هي زعلت وافتكرت كلام سونيا فلفت وبسته. والمشهد ده كانت شايفاه سويان اللي كانت جاية على الميعاد. تو ما كانش متوقع إن مين جين تعمل فيه كده، فبعدها ورفضها فورا. وبعدها راح لسويان عشان يوضح لها سوء الفهم. ومين جين راحت قالت لمامتها إن تايوو رفضها، وقالت فجأة إنها عمرها ما هتتجوزه. جين سو عشان تساعد بنتها ترجع تايوو عزمت عيلة تايوو على العشاء، وقعدت تمدح في بنتها قدامهم عشان تلفت نظره. بس المفاجأة إن تو قال قدام الكل إنه فعلا بيحب واحدة تانية، وشكل جين سو اتغير تماما. ما كانتش مصدقة إن تايوو يرفض بنتها بالطريقة دي، بس ما استسلمتش. راحت لمكتبه وقالت له إن عيد ميلاد مين جين قرب وعايزاه يحضر. وفي اللحظة دي لاحظت من نظرات تايوو وسويان لبعض إن سويان هي اللي في قلبه، وساعتها قررت تحط خطة تفرق بينهم. جين سو طلبت من سويان تجهز حفلة عيد ميلاد بنتها، وعمداً خلت سويان تشوف تو وهو بيحتفل بعيد ميلاد مين جين، وده خلق سويان تحس بحزن شديد. ولما مين يونغ عرف باللي حصل واجه أمه بغضب وسألها ليه بتعمل كده في سويان، لكن جين سو كانت مقتنعة إن سويان هي اللي لعبت بعقل تايوو، فعشان كده عملت نفسها مش عارفة علاقتهم، وطلبت من سويان تساعدها تعرف مين البنت اللي تايوو بيخرج معاها، وقالت لو عرفت هتفضحها وتخليها تندم. وسويان خافت وسكتت وما قالتش حاجة عن علاقتها بتو. وتو عرف من مين يونغ إن جين سو طلبت من سويان تجهز حفلة عيد ميلاد لمين جين، فراح لجين سو وقال لها بغضب إنها لو داهت سويان تاني مش هيسكت، وسحب سويان ومشي. وجين سو كانت غاضبة جدا ومش عارفة تتصرف، وافتكرت إن تو عمل كده بسبب تشجيع من سويان، فصبت غضبها كله على سويان. في الوقت ده يونغ ران كانت رايحة المول تشتري حاجة للشغل، بالغلط خبطت في جين سو، ولما بصت حواليها ما لقيتهاش، فقررت تروح تدور عليها في الحي القديم اللي كانت ساكنة فيه. راحت العنوان اللي فاكراه، بس لما خبطت على الباب اللي فتحت لها كانت سونيا. وسونيا لما شافت يونغ ران اتوترت جدا، وعشان تخبي جوازها من مين يونغ كدبت وقالت إن عيلة مين يونغ مش ساكنين هنا خلاص. ويونغ ران مشيت محبطة، لكنها قابلت جين سو وهي نازلة، ولما شافتها افتكرت كل اللي عملته فيها وبنتها.
راحت عليها وضربتها بالقلم بقوة طلعت فيها كل غضب السنين. لكن جين سو بكل وقاحة قالت إنها ما عملتش حاجة غلط وحاولت تديها فلوس عشان تبعدها، بس يونج ران رمت المية في وشها وقالت إنها هتخلي عيلة مين يونج تدفع الثمن. في الجهة التانية سويان بدأت تسترجع شوية من ذكرياتها، فراحت لمين يونج وسألته لو كانوا يعرفوا بعض قبل كده، فاعترف وقال لها إنه يعرفها وحكى لها عن علاقتهم القديمة وقال إنه كان صديق حبيبها السابق. سويان افتكرت إن كلام سونيا غير كلامه خالص وما بقتش عارفة تصدق مين، وساعتها مين يونج فهم إن سونيا كانت بتكذب عليها، فرجع البيت وسأل سونيا بغضب ليه بتضايق سويان، لكن سونيا هددته بكل برود وقالت له مش بس هسيبها، لو فضلت تروح وراها هقولك إنك أنت حبيبها القديم. تاني يوم سونيا عزمت تو وسويان على العشاء، وأثناء العشاء بدأت تتكلم قدامهم عن حبيب سويان القديم، وده خلى سويان تحس إن سونيا عارفة الحقيقة كلها، فخرجت وراها الحمام وقالت لها تقول لها كل حاجة، لكن سونيا كالعادة بدأت تكذب عليها من تاني. إنما المرة دي سويان ما صدقتهاش، فروحت لصاحبتهم سونج مي، ومن غير قصد سونج مي قالت إن موبايل سويان القديم فيه صور ليها مع حبيبها. سويان رجعت البيت بسرعة ودورت على الموبايل، ولما فتحته اتصدمت لما شافت صورة الخلفية كانت صورتها مع مين يونج، وفجأة الذكريات رجعت لها بس لسه ما افتكرتش إنها اتبرعت له بالكبد. بعدها راحت له وقالت له إنها دلوقتي بتحب تو وإنها مش عايزة يبقى بينهم أي علاقة تانية، وسونيا شافتهم وهم بيتقابلوا التاني فغلت من الغضب وضربت سويان بالقلم، لكن المرة دي سويان ردت عليها وضربتها هي كمان. سونيا رجعت البيت مرعوبة وسألت جوزها عن علاقتها بسويان، ومين يونج كان غضبان لأن سويان قررت تبعد عنه، فطلع غضبه كله فيها وقال لها لو فضلت على طريقتك دي هطلقك، وكلامه كسرها تماما بس هي ما استسلمتش. راحت قالت لحماتها عن إن سويان بدأت تفتكر، فخافت الحماة واتفقوا يواجهوها سوا. فراحت جين سو لتو وضغطت عليه بصفتها رئيسة الشركة عشان يسيب سويان، لكن تاي وو قرر يعمل حاجة محدش متوقعها. في احتفال الشركة بمرور 30 سنة دعا سويان تحضر معاه كحبيبته قدام الكل، وأعلن علاقتهم رسميا، وجين سو اتصدمت وما قدرتش تنطق كلمة. تاني يوم راحت بالعربية على بيت تاي وو، بس بالغلط خبطت في يونج ران وهي خارجة من عنده. بدأت تسأل مرات أبو تاي وو، فعرفت أن يونج ران شغالة عندهم مربية، وساعتها جات لها فكرة شريرة. قررت تلفق ليونج ران تهمة إنها سرقت الخاتم بتاعها، وكانت ناوية تخلي صاحبتها تطردها بالطريقة دي، بس يونج ران ما قدرش تعترف بحاجة ما عملتهاش. هي قررت تواجه جين سو بنفسها، وجين سو أول ما سمعت الخبر اتخضت وجريت تقول إن الخاتم اتلقى. من ناحية تانية لما سونج مي اكتشفت إن مين يونج هو جوز سونيا حست إنها كانت لعبة في إيديها، ولما شافتها ضربتها بالقلم من غير حتى ما تنطق، لكن سونيا بكل وقاحة قالت إنها ما عملتش حاجة غلط، وسونج مي قالت لها بغضب إنها هتقول لسويان الحقيقة، وسونيا توترت جدا وقفلت المكالمة بعنف. وأثناء الشد بينهم سونيا دفعت سونج مي من على السلالم، ولما شافتها مرمية على الأرض ومش بتتحرك خافت وجريت من المكان. رجعت البيت مرعوبة، كانت حايفة الشرطة تمسكها بسبب اللي حصل لسونج مي، فقررت تتصل بيها عشان تتأكد، والدكتور هو اللي رد وقال لها إن سونج مي في المستشفى. سونيا حاولت بسرعة تمسح كل مكالماتها معاها، لكن سويان دخلت وشافتها وسألتها بتعمل إيه هنا، فساعتها سونيا اتلخبطت وقالت إن الدكتور رد على مكالمتها لسونج مي عشان كده جت تشوفها، بس على طول سويان فهمت إنها بتكذب، ولما شافت سجل المكالمات فاضي في موبايل سونج مي شكت إن سونيا هي السبب في اللي حصل، فقررت تدور على دليل، واتصلت هي وتو عشان يشوفوا كاميرات المراقبة في اليوم ده، وشافوا سونيا وهي بتتخانق مع سونج مي. سويان اتصدمت وما كانتش متخيلة إن سونيا ممكن تبقى بالوحشية دي، فسألتها بغضب إذا كانت هي اللي زقتها، وسونيا فضلت تدافع عن نفسها لحد ما سويان طلعت موبايل سونج مي، فساعتها سونيا فهمت إن خلاص مفيش حاجة تقدر تخبيها تاني. من ناحية تانية جين سو راحت ليونج ران ومعاها ورق البيت وقالت لها لو سويان سيبت تو هتكتب البيت باسمهم. يونج ران اتعصبت وقالت لها أنها عمرها ما هتخون بنتها، فجين سو هددتها أنها هتقول لسويان الحقيقة، وأثناء ما كانوا بيتخانقوا سويان رجعت البيت. يونج ران خافت إن جين سو تقول لها عن عملية نقل الكبد فزقتها بره البيت وهي متعصبة. انفجارات جين سو المتكررة خلت يونج ران تزهق وتقرر توافق على جوازها من رئيس عيلة زاتسو، وده كان معناه إن سويان هتبقى في مكانة أعلى من عيلة مين يونج. في الوقت ده سون مي فاقت من الغيبوبة وقررت تروح لمين يونج وتقول له الحقيقة، لكن جين سو وصلت في آخر لحظة وهددتها إنها تخليها تخسر شغلها لو اتكلمت.
تاني يوم جينسو راحت فرح رئيس عيلة جونج، واتصدمت لما شافت إن العروسة هي يونغران. اتوترت جدا، واللي زادها صدمة إن رئيس الشركة وافق على خطوبة تايوو وسويان. مين جين لما عرفت انهارت وخدت كمية كبيرة من الحبوب المنومة، بس أنقذوها في آخر لحظة. جينسو حست إن السبب في اللي حصل لبنتها هو سويان، فقررت تهدد سويان يوم خطوبتها على تايوو، وقالت لها إن تايوو مش ابن رئيس هانا الحقيقي، ولو اتجوزته هتفضح سر نسبه. فاضطرت سويان تلغي الخطوبة عشان تحمي تايوو. يونغران راحت الشركة عشان تدافع عن بنتها، بس بالغلط قابلت سونيا واستغربت وجودها هناك. سونيا كذبت وقالت إنها جت عشان موضوع إلغاء الخطوبة وسحبت يونغران بعيد. بس يونغران لمحت صورة لسونيا ومين يونغ في العربية، وفهمت إن مين يونغ هو جوز سونيا، وما كانتش متخيلة إن بنتها تتخدع من صاحبتها المقربة. فسحبت سونيا بره العربية وضربتها بالقلم، وسونيا واقفة من غير أي إحساس بالذنب، وقالت لها إن سويان تبرعت بكبدها بإرادتها. يونغران لما سمعت الكلام ده اتجننت، حاولت تمسكها وتضربها، لكن سونيا زقتها ووقعت على الأرض وجالها أزمة قلبية. فضلت تستغيث بيها تجيب لها الدواء من الشنطة، لكن سونيا خدت الشنطة ومشيت. يونغران اتنقلت المستشفى ودخلت في غيبوبة، وسونيا راحت تزورها بوش بريء، بس وهي بتطلع الموبايل من الشنطة وقعت العلبة اللي فيها الدواء. ولما سويان شافتها بتتوتر بدأت تشك فيها. في اللحظة دي سونمي اتصلت بسويان وقالت لها تاخد بالها من سونيا، وقالت لها كمان إن سونيا هي اللي زقتها من على السلالم. سويان رجعت أوجت أمها وهي قلبها مقبوض، بس قبل ما تدخل سمعت اعتراف سونيا بنفسها. فهمت ساعتها إن سونيا هي اللي دخلت أمها في الغيبوبة، وإنها كمان كانت المتبرعة بالكبد لمين يونغ. الصدمة كانت قوية لدرجة إنها وقعت من الإغماء وبدأت تسترجع مشاهد العملية قدامها. المرة دي شافت وش عيلة سونيا الحقيقي، وافتكرت كل اللي عملوه فيها جينسو وسونيا، وقررت تنتقم منهم. فبدأت تغير شكلها وتبين إنها قوية وواثقة، ورجعت لراجل أمها وقالت له إن سونيا هي السبب في اللي حصل، وطلبت منه يساعدها في الانتقام. بعد كده راحت لتو وقالت له إنها ما عادتش بتحبه، مش عايزة تأذيه في طريق انتقامها لأنه يستحق حياة أنظف. وبعد كده راحت لعيلة سونيا وهم بيتعشوا وإدتهم آخر فرصة يعترفوا، لكن إنكارهم خلاها تبرد من جواها، وساعتها قررت إنها مش هتسيبهم، ووعدت نفسها إنها توقع العيلة دي مهما كان التمن. بمساعدة راجل أمها قدرت سويان تدمر عيلة مين يونغ اللي أذوها. سونيا لما عرفت إن سويان لفقت لها التهمة راحت تواجهها، لكن سويان ضربتها بالقلم وقالت لها قدام وشها إنها فعلا اللي دبرت لها كل ده، ولسه انتقامها مخلصش، عايزة ترجع لها كل وجع سببتهولها. سونيا خافت جدا فقررت تدور على حليف. راحت لسون مي عشان يتحدوا ضد سويان، لكنها ما كانتش تعرف إن سون مي متفقة مع سويان، وسون مي كانت شاكة إن سونيا ممكن تعمل حاجة مؤذية. عشان كده راحت لمين يونغ وقالت له إن مراته بقت بتخرف ولازم يسيطر عليها. وبعدها سونيا قالت له إن اللي بيحصل معاها كله من تخطيط سويان، لكن مين يونغ افتكر كلام سون مي وما صدقهاش خالص وقرر يطلقها. سونيا رفضت تطرد من البيت بسهولة، فحطت أملها في موظف عندها اسمه مايك، وطلبت منه يقول لجينسو عن خطة انتقام سويان، ووعدته ب$800 مليون. مايك طبعا استغلها ووافق وراح لسويان وسجل معاها المكالمة، وبعدين اتصل بسونيا وقال لها إن كل حاجة خلصت. سونيا فرحت جدا وافتكرت إنها هترجع تتحكم في الموقف، فجمعت مين يونغ وحماتها وقالت لهم إنها هتكشف وش سويان الحقيقي، وشغلت التسجيل. لكنها اتصدمت لما اكتشفت إن التسجيل مش عن انتقام سويان، لكن عن سونيا وهي بتحاول ترشي مايك. جينسو اتعصبت جدا وضربتها بالقلم وقالت لها تطلع بره البيت فورا، ورمت شنطها بره، وسونيا اتسابت لوحدها من غير أهل ولا بيت. من ناحية تانية تايوو عارف إن سويان هي اللي اتبرعت بكبدها لمين يونغ، فراح لرجل أمها يسأله عن الحقيقة، وقال له إن سويان سابت تايوو عن الانتقام، فقرر يساعدها وإدى لأبوه مستندات تثبت إن جينسو احتلست فلوس الشركة. وأبوه لما عرف اتصدم وشالها من منصبها فوراً، لكن جينسو ما استسلمتش، راحت للمستثمرين وحاولت تضحك عليهم عشان يرجعوا يدعموها، بس كانوا عارفين عن سرقتها ورفضوا يتعاملوا معاها. وقعت على أرض مش مصدقة إن كل حاجة راحت، والبيت اللي كانوا عايشين فيه اتصادر، واضطرت عيلة مين يونغ تعيش في شقة إيجار بسيطة. جينسو ما قدرتش تستوعب التغيير وبدأت تتعامل بتعالي مع صاحب البيت، وساعتها كانت سويان وتايوو خلاص تحرروا من فخ سونيا للأبد. وده كان ملخص حكايتنا النهاردة يا جماعة. بس السؤال بقى، هل الحب يستاهل كل الوجع ده؟ قولولي في الكومنتات إيه رأيكم في تصرف سويان.
هل كانت صح لما ضحت بنفسها ولا كان لازم تفكر في نفسها الأول؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام!